الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمجال الصحة، صراحة الصحة متردية جدا داخل في أسوان عندنا، ولكن إن شاء الله يعني بإذن الله بافتتاح كل الطب عندنا وأطباء جو عندنا خلاص إن شاء الله، والدكاترة أساتذة الجامعة جو عندنا في أسوان، لكن برضه ما زالت أسوان تعاني صراحة جدا من الصحة عندنا. ولو شفنا احنا النهارده في 2016 ما عندناش جهاز تفتيش حصوة، ما عندناش جهاز ليزر للعيون، وده طلبنا من السيد رئيس الوزراء بخصوص توفير هذه الأجهزة. عندنا جهاز رنين فقط واحد في مستشفى الأورام بأسوان، طالبنا برضه بجهاز رنين إن شاء الله هيتم تنفيذه قريبا في مستشفى أسوان الجامعي. صراحة معظم المراكز برضه المستشفيات فيها يعني بالبلدي نقول واقعة خالص يعني صراحة فيها ما فيهاش خدمة بأمانة إلا المستشفى الجامعي، وهي بتعاني وده خايفين منه احنا المستقبل، يعني هي الحمل كله على مستشفى الجامعة أسوان. مستشفى الجامعة أسوان كنا احنا برضه طالبنا بأن يتعمل لها حاجة اسمها بيسموها قسم الطوارئ، والحمد لله برضه تم سوف يفتح قريبا قسم طوارئ على أعلى مستوى، لأنه أي مستشفى جامعي لازم يكون تابع لها مستشفى طوارئ اللي بيدخل فيها المريض تعمل له كل الأشعة وكل التحليلات، ممكن يمكث في هذا القسم يوم واثنين وثلاثة، لو تعافى يطلع خلاص. بعض الناس بيدخلوه على المستشفى الكبير عشان يتم علاجه. ده بالنسبة لمستشفى أسوان. برضه التأمين الصحي كان طلبونا، كان الأساتذة بيروحوا التأمين الصحي من القاهرة بيكلفوا الدولة تذاكر طيران وخلافه. برضه طلبنا رئيس الوزراء إن تبقى في تنسيق ما بين مستشفى التأمين الصحي ومستشفى أسوان الجامعي، بحيث إن في شيء بتاع 2 كيلو هنا يتم قرب الخدمة وتوفير للجهد والتكاليف يعني. بالنسبة لي عندنا مركز ضراوي، احنا طالبنا برضو السيد مدير الصحة الحمد لله بأسوان، ووفر لنا خلاص حاليا بيتم إنشاء مركز تخزين دم. طبعا انت عارف مركز الدم ده أو مركز اللي هو بنك الدم ده بيكلف تكاليف عالية خالص وبيحتاج لتقنية عالية خالص. لو قلنا احنا أسوان كلها فيها عبارة عن بنك دم واحد على مستوى المحافظة، هيتم حاليا عمل بنك دم في كومومبو وعمل تخزين دم عندنا في ضراوي، عبارة عن غرفة كبيرة مجهزة وبحط فيها ثلاجات على مستوى عالي خالص صراحة عشان خاطر الحفظ وبيبقى فيه كل الفصائل داخل هذه الثلاجات يعني. برضه كان في مشكلة عندنا مستشفى ضراوي بخصوص مفرمة 9 مليون جنيه، والأهالي كانوا معترضين عليها اعتراض كبير خالص، ولكن طبعا احنا الحمد لله قعدنا مع الأهالي وكان في مفرمة مشابهة لها في مستشفى أسوان الجامعي ومستشفى مجدي يعقوب مجاورة لها، مفرمتين على مستوى عالي خالص، وقعدنا مع الناس وأقنعنا الناس على إنه المفرمة دي صحية جدا صراحة، بيخط فيها النفايات الصحية زي بقايا بقى العمليات والحقن وغسيل الكلى وخلافه يعني. وبناء عليه الحمد لله تم تركيب هذه المفرمة، بصراحة دورة مكفولة وحاجة عالية خالص، حتى المخلفات بتاعتها بتدخل في صناعة الأسمنت ولها دور كبير خالص يعني.